انت مش رايح الشغل النهارده يا سامح ولا ايه؟ لا انا هغيب النهارده. دي خير، انت تعبان ولا حاجه؟ لا مش موضوع تعبان، بس النهارده التلات اخر الشهر. طب ايه يعني التلات اخر الشهر؟ ايه يعني الحكومه عملته اجازه ولا ايه؟ قول لي اصل انا مش متابعه. لا بس الشيخ خضر قال لي لو يوم التلات وافق اخر يوم في الشهر هيبقى يوم نحس عليك، ويستحسن ما تخرجش من بيتك. ايه انت والشيخ خضر بتاعك ده؟ يا سامح، يا سامح انت راجل متعلم، عيب تمشي ورا التخاريف دي. يا نبيلة قلتلك قبل كده ما تتكلميش عن الشيخ خضر بالطريقة دي، هيقلب عليكي. او انت فاكرني هخاف زيك من الدجال بتاعك ده؟ ما تقوليش عليه دجال، ده راجل بتاع ربنا، ده ولي من اولياء الله الصالحين. خليك انت ماشي وراه معني كده، وانا بكره هثبت لك ان الراجل ده نصاب. انا نفسي افهم انت جايبني للراجل ده ليه؟ ما انا قلت لك انا ماليش في جو الدروشه ده يا اخي. يا ستي مش هتخسري حاجة، أنا عايزك بس تقعدي معاه وتشوفي قد إيه الراجل ده مبروك، ده إحنا ماشيين في الدنيا دي بنوره وبركاته. ازيك يا سامح؟ عامل ايه يا ابني؟ فاكر. ازيك يا ست نبيلة يا بنت مدام ميرفت؟ ايه انت عرفت اسم ماما منين؟ انت اللي قلت له؟ أنت بتقولي إيه يا نبيلة؟ معلش يا مولانا سامحها، ما تعرفش لا لا، حاجة. انا مقدر ان الست نبيلة مش مؤمنة بالطريقة بتاعتنا، بس ده ما يمنعش ان معدنها نظيف وست صالحة وكل شيء بأوانه. على فكرة يا سامح، انت هتجيلك ترقية الشهر ده. بجد يا مولانا؟ قبلت البشرى والله، ربنا ما يحرمنا من نورك. سيدي الشعشاعي جالي في المنام وقال لي الواد سامح هيترقى آخر الشهر ده. مع إن الجو ما يوحيش في الشغل إن هما ممكن يرقوني، بس أنا بصدقك وأنا مغمض يا مولانا. حبيبي خد يا سامح البركة. استغفر الله يا عيب، سيبنا بقى لوحدينا كده انا ومدام بلبلة. أوامرك يا مولانا. مدد 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 بلا عدد. مدد ايه وعدد ايه يا سامح؟ انت هتسيبني مع الراجل ده لوحدنا؟ سامحها يا مولانا، ما تعرفش حاجة. مش عايزة ترضي علينا ليه؟ عشان مش مؤمنه باللي انتوا بتعملوه. مفيش واسطه بين الانسان وربنا. ومين قال ان انا واسطة؟ انا راجل غلبان يا بنتي، بس ربنا اداني كرامات ونفحات يصيرك تجربيها. وبعدين ده انت ست حلوة وجميلة، مش ناقصك بس غير اني ارضى عليكي واديكي بركاتي. طب مش تقول كده من الاول يا مولانا؟ ما انا بقول اهو، قول انت معايا بقى. طب ما تديني كده تليفونك اسجل لك رقم. عليا الطلاق مدد. التليفون اهو. ده انت هتنبسط. تليفونك غريب قوي يا مولانا، مش عارفه اتعامل معاه. والله ولا انا كمان بفهم فيه، انا على قد خالص في الحاجات دي، انما الحاجات التانية انا مش على قدي. سجلي رقمك، ويا ريت بقى تحط لنا برنامج كده فيديو نكلم بعض عشان افهمك الطريقة واشرح صدرك ليها. تشرح صدري؟ من عينيا يا مولانا. تسلم عيونك. الو. ايوه يا بلبلة، بقالي كام يوم برن عليك ما بترديش، وحشتيني. وحش لما يلهفك. بقول لك يا راجل انت، والله ان ما كنت تحترم نفسك لخلي منك ل4 بقرش. الله الله الله، هو ايه اللي جرى يا بلبلة؟ انت مش خايفة اغضب عليكي؟ اخبط راسك في الحيط. امال كنت بتاخدي رقمي من الاول ليه؟ لقيتك راجل اهبل وبرياله قلت استهبلك. ماشي يا بلبلة، بس والله لندمك. اسمع يا ده سامح، حرص من القريبين منك اليومين دول. سيدك الشعشاعي جالي في المنام وقال لي انك هتتخان قريب من اقرب الناس اليك. ما قالكش الخيانة جاية منين بالظبط يا مولانا؟ لا والله يا ابني، هو قال لي الكلمتين دول والخط قطع، قصدي الرؤية خلصت. خد بالك وبس، سلام. الله يلا ربيك يا بنتي. يا واد يا شلش، يا شلش. عمرك يا سيدنا. انت عارف بيت الواد سامح اللي معانا في الزاوية؟ ايوه يا سيدنا عارف، ساكن في عمرو مبهورة مفيهاش حد. طيب هتجيب واد شاب حليوة كده ولابس شيك وينزل من العمارة في الوقت اللي راجع فيه سامح من الشغل، مفهوم؟ مفهوم يا سيدنا. عارف لو ما عملتش كده هسخطك طرابسين سنة.
يلا روح. عمرك يا سيدي، عمرك يا سيدي، عمرك. نبيلة، يا نبيلة، ايه يا سامح؟ ايه في ايه؟ خضتني، بتزعق ليه؟ مين الراجل اللي كان هنا دلوقتي؟ راجل ايه اللي كان هنا دلوقتي؟ تجننت في دماغك؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ بقول لك ايه، العمارة كلها 4 شقق وكلهم مسافرين، يعني لما يكون في راجل نازل يبقى نازل من شقتي. يا سامح ركز في كلامك، انت بتتهمني اتهام خطير. بلا خطير بلا فطير. بقول لك ايه، انا متأكد ان الراجل ده كان هنا دلوقتي، وانا هفضحك قبل ما اطلقك يا نبيلة. انا الشيخ خضر كان محذرني ان في خيانة هتحصل، وطلعت انت الخاينة. ايوه قول كده من الاول. الشيخ خضر ماشي يا سامح، انا معاك للاخر. احنا نروح للشيخ خضر بتاعك ده وهو يقول اذا كنت انا خاينه ولا مش خاينه، وده شيخ مبروك مش هيكذب، مكشوف عنه الحجاب. موافق. دلوقتي يا مولانا انا جاي لك في موضوع مهم. انا عايز اعرف مراتي بتخوني ولا مش بتخوني. عرفت ان الدنيا اوضه وصاله. حلني من الحوار ده وانا هروق عليك. مدد. انت راضي يا سامح تتهم دي بالخيانه؟ دي ست الستات يا عديم النور الشعشاعي. خيانه عندك في الشغل يهبل. في واد في الشغل كان برق، قصدي وشى بيك عند المدير وانا اتعاملت معاه. مش في واد مشي بالشغل قريب؟ حصل يا مولانا، حصل. بركاتك، بركاتك يا مولانا. اعتذر لمراتك يا عف. سيدك الشعشاعي همس في ودني دلوقتي وقال لي خلي سامح يعتذر لمراته ويصونها. انا اسف يا حبيبتي. لا انا مش قابله اعتذاره يا مولانا، ده اتهمني في شرف سمعتي. انا عايزه اتطلق. احسن وروق، طلقها يا. ما اقدرش يا مولانا، انا بحبها. سيدك الشعشاعي همس في ودني دلوقتي وقال لي خليه يطلقها، ولا هتعصي الاوامر؟ ما اقدرش. انت طالق يا نبيلة. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا نجدني منك. انا مش عارفه كنت ازاي عايشه مع واحد ناطع زيك بايع دماغه. احب بقى يا بيه اقول لك ان الشيخ اللي انت ماشي وراه ده وبايع له دماغك يقول لك يمين يمين شمال شمال امين امين، ده راجل نصاب ودجال وفضايحه كلها عندي. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ لو انت معرفتش يا مولانا، مش انا نقلت الواتس بتاعك كله عندي؟ الا قول لي اخبار مدام سوزي ايه؟ بعتت لك الصور ولا لسه؟ يا بنت الابلسه، يا سيدي الشعشاعي، يا سيدي الشعشاعي. انا بقى هفرج مصر كلها عليك وعلى فضايحك، وهعمل منك عبرة لكل واحد يستغفل الناس باسم ربنا. مدد يا سيدنا الشيخ. يا بنت الابلسه،